حالة من الصدمة والأسى تعيشها منطقة وويزغت بإقليم أزيلال عقب اختفاء تلميذة في مقتبل العمر بظروف غامضة ومأساوية. الطفلة هبة التي خرجت كعادتها لمتابعة دراستها ولم تعد إلى منزلها تاركة خلفها تساؤلات حارقة وحزنا يخيم على المنطقة بأكملها. الواقعة بدأت بعد موجة من التساقطات المطرية الغزيرة التي عرفتها المنطقة، مما أدى إلى ارتفاع منسوب مياه الوادي بشكل مخيف. هبة التلميذة التي تظهر صورتها بملابسها التقليدية كانت في طريقها للبيت أو المدرسة حين باغتتها الظروف الجوية الصعبة. ما زاد من مخاوف الأهل والسكان هو العثور على حقيبتها المدرسية ومظلتها ملقاة بالقرب من ضفة الوادي الهائج، وهي إشارة قوية ترجح فرضية أن السيول الجارفة قد تكون قد جرفتها في غفلة من الجميع. وكما يظهر في المشاهد، لم يتوانى سكان وويزغت والشباب المتطوعون عن إطلاق عمليات بحث واسعة النطاق رغم جنح الظلام وخطورة التضاريس. مئات المواطنين خرجوا بصدور عارية ومصابيح يدوية يمشطون جنبات الوادي ويصيحون بأسماء هبة في مشهد يجسد أسمى قيم التضامن الإنساني. السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية استنفرت كافة أجهزتها منذ اللحظات الأولى، حيث تواصلت عملية التمشيط على طول المجرى المائي أملا في العثور على أي خيط يقود لمكان التلميذة. سنوافيكم بأي مستجدات فور ورودها. شاركونا بتعليقاتكم ودعواتكم لهبة وعائلتها في هذه المحنة الصعبة.